bismillahi rahmaani rahim ñu àndoon ak sëriñ Abdul Qadir Diagne ci diwaanul quraaniya ci xaajub juróomeel bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن النصارى والمتنصرين وقد كفانيهم الله تبارك وتعالى بقدر عظمة ذاته بلا رد شيء منه أبدا والله على ما نقول وكيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم إلى سواي لست دهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يدر ما اختير لي وإنني لست أدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان سائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويعزمون ويولون الدبر ذل وويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية ما ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذوي خسران فديحة وحسرة وحيرة لازمت الكل معا ودير رقابهم تقودها السلاسل لنار من أني أنائي غازل ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم تبا لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم باءوا بصوت وملام وغضب لازمهم أنكال من يبدي الغضب آتتهم التوريت والإنجيل رسل من قد قدموا تبديلا أرسل ربهم لهم أخيارا وكذبوا ولازموا الأغيار ياتهم في القبر والقيام مكاره الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام وهم يلاقون ردى الملام تترسوا بالسوء والإدلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم ثلثوا الله أحد قاتلتهم بقل هو الله أحد يم يلد الله وليس ولدا وبالطيور قبل سان البلدا ليس له كفءا ولا أصول ولا مماثل ولا فصول أسأله جل بحق الأعظم وكل شيء عنده معظم هداية الهداة للجنات وكونه لي مع المنات للكافرين بالقلوب ألم يندمهم وشدة والظلم هم الذين فسقوا فسوقا وديهوا تجارة وسوقا من لم يوجه تجره لله في الحال والمآل فهو الله أناء من لم يقصد الكريم ففي دوام الدر لن يريما ذل الذي أبى إبادة الجليل ذل ذليل لا يزال بذليل أبى اللعين أن يكون ساجدا فذبه من أمر المساجد بكاؤه في النار لا يزال وسانني عن كيده الإنزال شد إقاب من أبى أن يعبدا رب الذي سف بقائي أبدا دعا عباده الإله للجنان وانقاد بالطاعة من له امتنان يمنه إبليس اللعين مني من كان لي بكرم ومن دعا الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا الدعو والغمات دعا الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا الدعو والغمات سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنك جامع الناس
إلي قاد الله ما توستا وللجنان لا أزال مقستا ناجيته ولم أكن مفرتا قبل ولا أكون بعد مفرتا نفى الشياطين إلى من قستا وأبدا ليس يريني من ستا كتابه الذي الأمين هبتا منه به أني ما هبتا جمه ربي الذي ما سختا بيني وبين سيد لم يسختا إلي سيد الورى قد بستا ما اختار لي من المنى فانبستا محمد مها أزايا نشتا ولا ألاقي سرمدا من كشتا عليه الصلاة من به قد وهتا سلاح من لم يهوني فوهتا إذا امتدحت المصطفى من ربتا قلب الذي لم يهوني فارتبتا لبان أن ربه قد ثبتا عن قصد الضر من قلاني ثبتا نهوي عرودي في النبي اختلتا عليه صلى خير هاد خلتا أبدى بياني لغتي ودبتا مني بديه اللفظ وهو اندبتا سلام من لي قاد ما توستا على الذي ليس يزال مقستا سلام من لي قاد ما توستا على الذي ليس يزال مقستا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بحق وجهك الكريم العظيم صل وسلم وبارك على سيدنا الماهي الكفر بالإسلام ومولانا محمد وآله وصحبه يا منزل الكلام إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله على الحقائد والفقه والإحسان نعم قائدي الحمد لله على الحقائد والفقه والإحسان نعم قائدي نشكره من بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد نفى لغيرنا الأذى والجلبا لنا الأمان والردى فانجلبا إلي وجه الكتاب النسخا لغيره أبدا خديما رسخا لوجه الكريم قاد للصور وكل ما يسرني بلا خبر دين النبي المنتقى أعلاني ولسواي السيق من قلاني يقود لله الكريم الباقي ذو الأردين السبع واتباقي نفعا بلا ضر ولا حساب وعادة قادت إلى احتسابي أم مالكي رديت من غير السخط وقاد لي يمن المباهات بخد نفاس والردوان والسفاء بلا سواي جاد باستفاء دعاء يستجاب بالمسر وللسواي تنتهي المدر الله الربي أحد والله أسمد الذي بدت أولاه ليس بوالد وليس بولد ولي السفى بدني مع الخلد له ختابي ولغير من جهد ينهو ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أزاني يا خير من عبد بالميزان أعطيتني النفع بخير دري كليتي جعلت خير بري لوجهك الكريم لا توجها ليم به وسفى لي وجها لوجهك الكريم أوصل الثمن إلى الجنان ولتصفي للزمن أوصلت لي ثمن لجمه الدمير يا من له الخلق كما له الأمور سق الدمير مهلج لغيري وقد لي الإبدال خلت خيري لوجهك الكريم فارقت المبيع وأنت يا باقي الكريم والسميع اكتب سلاميك بلا انتهاء للمنتقى ولسوي اللهاء محوت ضري جدت بالحقائد والفقه والإحسان أنت قايدي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانصر علي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سلب أبدا بركات كن فيكون من هذه العشية جلبا ودفا في حقائدي
وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعباداتي وعاداتي وكلي بلا مكر ولا استدراج ولا شيء يسوءني أو يضرني آمين يا رب العالمين وملكني فيك أبدا ما شئت يا مالك الملك مالك يا وهاب يا أحد يا من يدمر لي في البحر من جهد مالك يا وهاب يا أحد يا من يدمر لي في البحر من جهد أنت الإله الذي لا شيء يعجزه ولم يكن سرمدا كفءا له أحد لك التفاتي وإقبالي بلا ملل وأنت لي سرمدا رب وملتهد كافاتك اليوم بالتوحيد مجتهدا مجاهدا حول من في البحر قد مردوا اسرفهم الدهر أني واكفني وجلا وهب لي النصر والتأييد يا فرد لك التجائي مع المختار أخدمه عليه سل بتسليم بمن أبدوا ملكني اليوم تمليكا يري عجبا يا مالك الملك حتى يمضي الكبد ليجد بحسنى وزد زيدا يجر ردا يا من لديه كنوز ما لها نفد كون صلاة بتسليم بلا عدد لمن بأمداهه أن انتفى السفد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإني سميتها وصلت للمختار بشرا يبقى بقاء سقه وأرجو سبقا أنالني الله بلا غرور كوني معصوما من الغرور نفى الأباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والباس ولن يبارى يؤوب من أتاه بالخير كما يبوء عكسه بالدير سبحان من خلقه وصور كما إليه عاد فلن صور من شك في تقديمه فالجاهل وغافل والجاحد والزاهل ما دا أبو جهل وظن أحمدا مثل الورى ميدا أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أضحوكة الناس مع مسيلمة تعب من أراد أن يرد ما أمضاه ربه يديم ندما هدى الذي أسمه من الورى هداه والسعب وأبقى السورى أوصلت للمختار بشرا يبقى بقاء فضله وأرجو سبقا معجزات سيد الأولين والآخرين المتأخرات فيما جرى بينه وبين الظالمين الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجل هذه القصيدة مفهمة لكل من في قلبه شك أو إنكار آمين وإني سميتها مريم واجهني الباقي بما يسر وأمري خير البرايا بر واجهني الباقي بما يسر وأمري خير البرايا بر أنالني الله نوالا يبقى وقاد لي كتابه وسقى نبينا محمد بباها وإنه في الخلق لا يباها نبينا رسولنا محمد يزيد بشره بأمر السمد يرقاد لي سر الأمين والأمين من لوح باق قاد لي ما لا يمين سري مصون عن سوى خير الورى صلى عليه من فؤادي نورا مد لأمري أمانا وصفا من بجميل وكريم وصفا مال لغيري مبيه ويميل لثمني بكرم الباقي المميل ينقاد لي ما اختاره الله لي بقوده لي وأمري وليا تسليم من جل عن التعدد على الذي به مها تخددي هدى الذي به هدى المنتبذ
من أهلها قد ذهذهت منتبذا أزب الرب كل ما لم يرجلي لغير ذاتي بالنبي المفدل محمد صلى عليه الله مسلما بانت لنا أولاه رفهه فوق الإرام الرافع في الحال والمآل نعم الشافع يشهد لله ويشهد ليا وأهل بدر بفلاه كليا مد لي الباقي مننتصر وامتد مني للنبي بر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل هذه القصيدة منورة للقلوب آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإني سميتها مريم واجهني الأكرم بالقرآن حتى غدوت مورد الظمآن إلي قاد الخير في كليتي هاد لحقدي ومقالي نيتي نويت فعل الخير في تحركي وفي سكوني سالما من شركي ناجيت رب العرش والكرسي بذكره وباسمه القدسي يعصمني باق له الأمور من كل ما يفسده أمير ساق الملوك والسلاطين إلى خير جهات من حماني بالإله ملكني مزاذها الحكام لغير نهو الحكم بالأحكام ملكني القرآن والعلوم من لا يزال مغنيا أليما يقود للكشف الصحيح النافع باق إلي يوصل المنافع تفضل الباقي علي بحلال مذذها ذا غضب وذا دلال هرب إبليس مع الأتباع لغير نهوي فزت باتباعي إلى سوى نهوي يسوق الله ضرر لا إله إلا الله محمد رسول ربي صلى عليه بتسليم ينمي الله رضي عن سهابه الأسود مغن عن المنكر والحسود يحمي جنابي أهل بدر الهمات إلى الجنان نهم أحباب الكمات ملك الذي لي جاد بالقرآن سير النهوي مورد الرمآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه تعالى هذا فتقبلها ربها فزت لدى من ببيه ذهبا بثمني ولا ألاقي وهبا فزت لدى من بمبيه ذهبا بثمني ولا ألاقي رهبا تنزيل رب العالمين جهلا في كلكلي وفي يدي فانجهلا قراءة القرآن ذهذهت إدايا لغير نهوي وأدامت لي هدايا بادر لي محصير لي مولاي ومنه أن يسون ثدري لايا بان الأوايق لغير بانفثال ولي سروري ينتهي بالاتصال لم تنهني وسوسة أو تعب أو حاسد أو شاغل أو مرعب هرب من قد أذايا كل من قصده قبل ولي تاب الزمن أوصلني الله له مع اليقين وسرت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل برأني من كل سوء ومرد وقاد للخيور في كل غرد بها بخطي في هال السحب رضي عنهم وأنار اللهب هدد لي رب العدا وعذبا ما باء أني واشترى فالذهبا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ونشر على هذه الأبيات بركات قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق أنالني الله الكريم الباقي بفضله مواهب السباق نلت المراد والذي فاق المراد من الذي لي السعادة أراد نلت سعادة بلا شقاوة في أبد وفزت بالحلاوة هديتي هدمت المكاره بهدم من ليس يكون كارها إلي قاد ربي المقدم
سبقا بمن على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قد شاءه مخولا بفلذي الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وهدي وسان كلي عن أهل الجهد هدم ما بناه كل زفترا لدرري وسانني عن امترا واجهني بأجر الصبر والشكور بعد انتهاء سيري له نعم الشكور أجر إلهي وأجر المنتقى قد أوصل لي نوالا ينتقى لم ينهني بعد انتهاء سيري لمالكي إلا سفاء المير قلت قلامي لدى الأعداء لخير شاف ثانني عن دائي سان جهاتي ست ربي أندرر صيانة الباقي وجاد بالدرر صلاة ذي الأرش العظيم بالسلام على الذي تسره مني قلام أنما سلام الله أن صلاتي على مزاده بعلاتي للمنتقى الماهي ثرفت قمتي لوجه باق سانني عن صدمتي حبني الله وحبني الرسول وأهل بدر وحويت خير رسول قلبي وجسمي وروحي شاكرة لمن به طيب لي مشاكر قال لي الله الكريم الباقي بفضله مواهب السباق بسم الله الرحمن الرحيم من اللوح المحفوظ هذه القصيدة إن هذا لهو القصص الحق الله قاد لي لسان العربي ونوره ولي ينمي قربي نفى لغير جهتي ما ساء بغير رد لي ومن أساء نويت شكره شكور من عرف بربه ومن فيودي غرف هبات ذي الجلال والإكرام زبر إداية يسرت مرامي إن كتابتي لدى الأمواج أعزت إلى الله ذوي الأفواج إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله لم تنه نهوي ولا حرودي ولا بياني آفة القريد هرب من كتابة المغرور وللنبي ينهو بها سرور واجهني الله مع الجنان وتاب للأمر مع الجنان إن قصائدي إلى الأرش انتهر قد أن وللكرسي واللغو مهر لم ينه كالكل تياب أو ظلم ولسواي دع ربي من ظلم قدت مدادي وفؤادي والقلام وجسدي لمن كفاني الظلام صرفت قمتي إلى النبي وسانني عن خيال الغبي صلى وسلم عليه الله هلال وسابي وموالاه أعطيته من جيسش لتلسشي ما سره من خدم عن أسشي لقنني طيب لبي ساقيا مما غيبه شكرت راقيا حسبت نفسي قبل تلسش بلا بقاء شيء من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي وفزت بالإناية قال لي الله لسان الحرب وجاد لي في بخير القرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يوصى بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل نقطة وكل حرف من هذا المكتوب رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك وخليلك وحبيبك وخديم عبدك وخليله وحبيبه بين يديك قائلا لوجهك الكريم اشهدوا بأننا مسلمون أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له الهلا شكرت ذا الأرش العظيم السمد على النبي رسوله محمد هداني الله الذي لا أشرك شيئا به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن
ولي يخلد السفاء والمنن وجهت وجهي إليه مسلما وكلكلي من كل شرك سلما أعبد ربي بما جاء الأمين به إلى الأمين من ذي العالمين بالله آمنت وإني مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأرتجي كوني سرور ذي التقى نويت إرداء الإله والرسول صلى عليه وحباني بسول نويت إرداء ذوي السعادة وستر غيرهم بخرق الآد نفعني الله بجاي أحمد صلى عليه وحياتي حمدا أطلب من ربي صلاة بالسلام على الذي قاد له خير الكلام مد صلاة وسلاما أني إلى النبي المنتقى بالمن سلم عن الصلاة غير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم ربي السل وسلما عني على المجلي مني حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجه بشارات إلى المشفع بسببي ونيتي لك ارفعي نويت كون ما يجيء مني منفعة المختار باب المن سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجهلني السرور من قال فيهم والله ولي المتقين وجهني رب الأراضي والسماء إلى جنانه بمالي قسما أذب رب الأرض والسماء لغيري الأقدار ذا نماء لم ينهني غير رداء للجنان وأمري صفا وطيب الجنان لو شكوري بعد حمد خلدا وقال لي ما احتسني وأخلدا الله رافع جنابي بالسور وهو الذي أحسن فلنا السور هو تعالى الله والرحمن نعم الرحيم منه الأمان وجهت موجودا قديما باقيا مخالفا مستغنيا ملاقيا لقيت مع اختاره الباقي القديم دنيا وأخرى من عجائب تدوم ينقاد للجود من الموجود قدمه قدمني بالجود ينقاد لي من القديم الباقي ما غاب عن أكابر السباق إلي قاد من له المخالف للخلق ما لاختار لن أخالف لم ينهني شقا ولا أناء أغناني الذي له الغناء ملكني مختار للمليك ولسوى در انتهى الملوك ولا لغير ذاتي اللعين وقاد بي عباده المعين ملكني الباقي الولي واللطيف ما ليس يفنى أبدا نعم الأتوف نجاني الواحد في الذات وفي الوصف والفعل بلا مقوف يذكر رب العالمين كلي وصرت أبدا لم أكن بكلي نفعني رب الأراضي والسماء بلا مضرة بمالي قثما وجهلني بهاتين القصيدتين أحب إلى جنده الغالبين وإلى حزبه المفلحين من كثير من محبوباتهم بلا سلب أبدا آمين يا رب العالمين يا من لا شريك له في الملك يا من له الملك السماوات والأرض يا من على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز إن ربي لسميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت ودي لمن لقاد في ذي الحج ثواب حج وأراني الحج ودي لمن لقاد في ذي الحج ثواب حج وأراني الحج لو توجهت وإنه المجيب وهو قريب للذي دها يجيب لوجهك الكريم قلت داهيا ونور القلب والصفاد واعيا هب برسول الله والتيجاني يا من حماني عن أذى وجاني إمام مباركا يدوم نافعا ليوهب لي أن أكون شافعا لك توجهت بقلب سافي يا خالق الأخلاق والأوصاف أوصل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام
اسرف إلى سواه كل جاني ولسوانا بالولي التيجاني لو اكتب العصمة من كل غرر في البر والبحر والصنه عن غرر ناجاك عبدك خديم المصطفى صلى عليه بسلام ذي استفاء أجب دعاه برد من دها له ولأهله إليك ذاتها صله في الذهاب والإياب من باديات الدر والغيات عفذك يا حفيظ وجه سرمدا بجاي أحمد وجاي أحمدا جهرا وسرا للخليفة وكن له الرفيق والخليفة بكن جميل وجه الجمال للجلال إلى الخليفة وقل له الحلال جميل وجه الجمال للجلال إلى الخليفة وقل له الحلال اكتب صلاة بسلام لا يريم للمنتقى خير البرايا يا كريم لسبته المعظم التيجاني خذ الرداء يا معطي المرجان بديه هب للمصطفى المقدم ما لا يزال عجبا في خدمي يسر له جملة ما لو اشتهى يا من له به مصير ينتهى تسليم من لي قاد في ذي الحجة من قاد لي على النبي الحجة تسليم من لي قاد في ذي الحجة من قاد لي على النبي الحجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبه لي ومن كل ما لم يحبه لي وقد أهازني منه ولا يسلط شيئا منه علي في الحال لا في المآل كتب الله تبارك وتعالى كون كل من كان يلعبني تعيبا من إتعابه بلا توجه إلي أبدا وحمدته وشكرته بقوله تبارك وتعالى ونعم أجر العاملين قال الله هذا وليه وعجهني أجر جميل الباقي ولي يقود منية السباق نفو الذي ما عنده لا ينفد بادر لي وما تراه النفد علمني العليم والخبير وانقاد لي ما دونه تعبير ملكني الواسع والباقي الأهد ما لسواي ساق كل من جهد أجابني الكبير نعم النافع بما به للقادة المنافع جملني الجميل تجميل البديع وقاد مني له أعلى بديع إلى فؤادي قاد أسرار الحرب وبي يباهي الأنبياء عز العرب لين للقهار قلب كل من كان ينازع ولي تاب الزمن علي من الله بالتسخير وقاد لي جذبا زمام الخير أشكر من ملكني ورديا ميسرا ومد لي غرديا ما توجه الإداء لي أبدا من بيباه الثالثين الأبدا لأمري سفا وفرح الخلد ورد للإلم ورد للبلد يشكره القلم والمداد وكشفه للقاد والأمداد ناجاني الأكرام نعم الباقي وقاد لي مواهب السباق قاد لي الأجور في المحرم في عام تكسش بلا محرم أتني الراحة من قبل السفر وقاد لي تفسير من غير السفر لقاد ربي في ربه الأول ما رامه ولم ينل كل ولي إلي قاد في ربه الثاني وفي ذه القرآن والمساني لله كل في الجماد الأولى وقبلها حبا له خليلا لله شكري في الجماد الثانية وقبلها على القطوف الدانية إلي قادت الشهور والرجب ما لا يزال أبدا على عجب ذكر الإله قاد في شعبان وغيره لي ما تلا وبانا إلي قاد مالكي في رمضان وغيره ما لا يزال الفيدان وجه للجزاء في شوال وغيره الباقي الكريم الوالي لقاد من لي كان في ذي القعد وغيره في الجزاء وبعد يذكر كل الله في ذي الحجة وبعده ومنه سرت هجة بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم
مسليا عليه كل الدهر وآله وصحبه في الجهر. الحمد لله على كون رسول محمد وسيلتي إلى الجليل. محمد صلى عليه ذو الجلال وآله وصحبه خير الرجال. هذا مقاما لم يكن لغيره بل فاز كل فائق بخيره. مقامه فاق المقامات الأولى صلى عليه من هداه واعتلى مع خطوط الكفر والأوثان والشرك والنفاق والإسيان. دام اتباعه ودام حقه فدام خيره ودام سقه. أرسله رب الوراء للخلق مبشرا ومنذرا بالحق. لا تلد النساء حالا ومآل مثل النبي المنتقى نافي الدلال. لست أزال أعبد الله الجليل إلى مماتي بسنة الرسول. أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل الورى ذي الفل. ربي عليه صلي أفضل الصلاة بها أفارق العيوب الموبقات. سقني إلى الإيمان والإسلام ثم إلى الإحسان ذي الإتمام. وجه إلي ما يوافق الصواب وأكتفي بجاهه كل إتاب. له وللآل وللسحاب جد بالصلاة تورث الإجابة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصرف جميع أعدائي إلى غير ما يسوءني أو يضرني أبدا بما أخذت من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. فصوا بكون الله لي في أبدي ولم يوجه لي من لم يعبدي. بريت من كفر ومن فسق ومن شرك والرب بسعادة دم. مد لي ستر الجميل للجنان من طيب الأمر وطيب الجنان. إلى سوى الدر مال كل من خلق أو يخلق فص بالأمن. رد لغيري مكاره الأزل باق حماني ومبارز أزل. حماني المنزل أنت زلزلي وسفري ولي يقود نزلي. ملكني العلوم والحلال بعد كتاب قد مها دلالا. هديتي هدى ويسر ويقين هدية لي تقود المتقين. توفيق ربي قادني وأغنى على اغترار وأتاب المغنى. ملكني الملك ما أستغني به عن الظلم ونعم المغني. نعم إله الناس رب الناس من سانني عن حيل الخناس. السوء والإلال والغرور مالا لغيري جاءني البرور. لم ينهني في الحال وفي المآل ذاتي سوى الأرفع من سؤالي. لم ينهني الدجال والغرور ولا المفاسد ولا الغرور. عزب ربي لسواي سرمدا خير الردى وحياتي حمدا. هداني الله الصراط المستقيم صراط من قد أسم من السقيم. لست أميل لسوى الخيور وتاب لي الأمر كالديور. نويت النصر الذكر والإسلام وأمة المختار ذي استسلام. توجهت لي المنى بلا كدر وليس ينمو بالمسرات القدر. لم ينهني إلى دخولي الجنان غير بشارات تطيب الجنان. هدم ما لي بني من دري بلا انتهاء لي وينمو سري. ما لغيري كل من لم يعبدي والله ربي كان لي في أبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يوزع بك وزريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأن يميل إلي من لم يرد الله تبارك وتعالى ميله إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أورث الله تبارك وتعالى كاتب هذه الحروف الكتاب الحكيم وكل ما اختار له أن يرثه بلا سلب منه في الحال والمآل. فقال قبلت ورديت وحمدت وشكرت مظهرا لذلك بهذه القصيدة. بل أحياء عند ربهم بقاء من بقاؤه لا ينتهي. قد قاد لي مع الرداء ما أشتهي. لا ينتهي بقاء من له القدم وعنده لي محجل أجر الخدم. إلي ينقاد الذي انقاد الكرام
لو بكد دون كد من مرام حان تهيئي إلى أخذ الكتاب لوجه منزل الحماني عن إتاب يقل أذى كلية الباقي القديم بجاي من سرت له خير خديم إلى مواده يقود الله سفاء لا إله إلا الله إلى مواضه يقود الله سفاء لا إله إلا الله أتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي شقاء فاندفع علي من الله بالسر المصون مستغنيا عن فئة وعن حصون نفو الذي كفاني الأوجال نفى لغير جهة الدجال داري ومجلسي كالممر يسونها عاصمني من شري ردي أني رداء الأكبر باق بأمري يباهي الكبر بركتي خالدة إلى الجنان طيب نفس في الحياة والجنان برأني الباقي من الأمراض وقاد لي مع الرداء أغرادي همت بغيري العدا في أبدي وانقاد للغرد دون كبدي مهنتها التعب نحو القادر ولي ما شئت ردا يبادر منن الباقي القديم في معجزات الراقي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي يعود المتقون وهب لكل من تعلق به كل ما اعترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وارغبني في كل ما يقربني إليك ويسره لي وأزهدني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني وجل سيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت على حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافل الذنب وقابل التوب الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وحقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتسريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائدي ونوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الهادي البديع الأكرم الحي الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها
كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراق ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.